نصيحة رقم 3 للزوج. بص، مش هتتعب نفسك، هتجيب حاجة من البيت، من حاجة ولادك، عشان ما تكلفش نفسك. ورقة وقلم. هتعمل ايه؟ هترسم وردة. هتعرف ترسم وردة؟ وردة من 7 دواير كده. 1 2 3 4 5 6 7، في النص ال7. وهنرسم ساق الوردة، واخر الساق سهم. اظن واضحة. هنكتب في النص هنا مراتي. هنكتب في ال7 دواير الحاجات اللي هي بتعملها. هنقول في ستات بتشتغل. هنكتب تاني بتنظف البيت. هنكتب تاني بتغسل المواعين. هنكتب تاني بتراعي الولاد، بتوصلهم مدارسهم، بتذاكر لهم. هنكتب تاني بتغسل الهدوم وبتكويها وبنظفها. هنكتب هنا تاني بتطبخ. شوف الوردة اتملت بالاشغال، بالشغل اللي بتعمله مراتك. هنرسم وردة تاني جنبها من 7 3 4 5 6 7. هنا اخر السهم هنكتب زوجتي. هنا بقى هنرسم ونكتب الزوج. هنكتب في ال7 دواير دي هنكتب ايه؟ بيشتغل الزوج. هنكتب هنا الزوج في مربع واحد بيشتغل، يعني هو وهي هنا متساويين في دايرة واحدة، ان هو بيشتغل وهي بتشتغل. باقي الدوائر فاضية ما فيهاش حاجة. كل واحد يكتب لي باقي الدوائر ممكن نكتب فيها ايه. اللي عايزة اقوله، بص للوردة بتاعتك وبص للوردة بتاعتها. كلمة واحدة عايزة اقولها لك، ساعدها. مفيش مانع ان انت تذاكر للولاد مرة، تنزلهم حصصهم مرة، توصلهم المدرسة مرة، تقول لهم انا النهاردة هعمل الاكل، تقول لهم ايه رأيك تريحي النهاردة وانا هغسل المواعين. خلي الوردة نصها عليك ونصها عليها، لان الحياة في الاخر وفي الاول مشاركة وبس. باي.